أن هذا الإنسان اللي أودع فيه ربنا سبحانه وتعالى المحبة الصادقة والسمو الرائع اللي هو سيدنا يوسف ابن سيدنا يعقوب ابن سيدنا إسحاق ابن سيدنا إبراهيم خليل الله. فالآية دي بتقول حاجة جميلة جدا، إن تعيش الصدمة ربنا سبحانه وتعالى بيضع في النور. النقطة الثانية لما دخل السجن وكان معه الفتيان اثنين، واحد حلم وكان هو في أول الرؤية، وكان قبل ما يقول لهم على الرؤية لا دعاهم إلى إيه؟ التوحيد لله سبحانه وتعالى، ده سموه. طيب لما الراجل الساقي والملك رأى ايه؟ 7 بقرات سمان يأكلهن 8 عجاف و7 سنبلات وخضر وطر يابسات فجابوا. فلما جابوا وحب يقربوا فسيدنا يوسف ايه؟ قال اجعلني على خزائن الارض فاني حفيظ عليم. يعني ايه حفيظ؟ أن يحفظ الله سبحانه وتعالى. هذا هو السمو. ما حطش العلم، ما حطش المقدرة على الإدارة، لا، ده حط إن هو حفيظ، إن هو بيحفظ الله سبحانه وتعالى في كل أعماله، إن هو ده التسامي والسمو والرقي في أعماله، فقدم الحفظ على الإيه؟ على العلم. طيب في آخر السورة الكريمة فقال إيه؟ ورواياتنا ودعاء النهاية أنت ولي في الدنيا والآخرة توفاني مسلما والحقني بالصالحين. الإسلام هنا معنى التسليم لله سبحانه وتعالى، إن هو يسلم روحه وحياته وكل حياتك لله سبحانه وتعالى. لما روح وقت لهم إيه؟ نفس الكلمة اللي موجودة